السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ازيكم عاملين ايه؟ انا بصوا يا جماعة، صلوا على النبي اول حاجة وتعالوا نبدأ على الفيديو. انا لسه جايبة القلاية الافراير. بصوا، طبعا بقى قالوا لكم انها البطاطس بتطلع فيها ايه ومش عارف ايه والكلام ده. فتعالوا نبدأ مع بعضينا كده ونشوف فعلا زي ما بيقولوا البطاطس بتطلع مقرمشة بمعلقة زيت واحدة، ونجرب ونشوف فعلا تستاهل، واقيمها لكم واقول لكم لو فعلا حلو الريفيو بتاعي اقولها لكم زي ما قلت لكم على العجينة ولا لا. تعالوا نبدأ ونشغلها ونشوف الدنيا فيها ايه، ونقبل اي حاجة نصلي على النبي ونبدأ. بصوا يا جماعه، انا طبعا حطيتها في الكهرباء. بصوا احنا هنجربها وبعد كده بقى اقعد بقى معاكم كده واقول لكم هي ايه ونوعها ايه. بصوا انا ما رضيتش اجيب، كان قدامي التاتش، ما رضيتش اجيب التاتش لان التاتش بيقولوا لك يعني بالزرار بتاعته بتبوظ على طول. دي اول حاجه. تاني حاجه، ما رضيتش اجيب اللون الاسود لان اللون الاسود بيقولك من اي تجريحه بيبان. فاحنا نعمل بطاطس ونشوف فعلا هي زي ما بيقولوا ولا لا. وبرده اقول لكم على حبه حاجات. انا طبعا حطيتها في الكهرباء. تمام. افتح بقى كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قبل اي حاجه، بصوا واسعه ازاي، واسعه جدا جدا، كبيره كبيره كبيره. استنى ما اوريها لكم كده عشان الكاميرا. بصوا عامله ازاي، بصوا كبيره ازاي. ثواني كده. لا يعني هي لحد دلوقتي بصوا غويطه جدا وكبيره. تعالوا بقى الاول نحط فيها البطاطس. تمام. انا حطيت البطاطس بتاعتي، هنزل عليها بنص معلقه من الزيت عشان انا المعلقه بتاعتي كبيره. فاهو بصوا اهو، بسم الله. تمام كده. تمام. امسكها بقى ايه، عشان لازم اعمل الحته دي. الحته دي يا جماعه يعني اخلي البطاطس كلها تبقى ايه، اتغلفت معايا. خلاص خلاص. همسكها احطها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا الكرسي جديده لسه ما تاقلمناش. اهو ضغطت، بتبقى ضغط. البطاطس مفروض تبقى على 20. تمام اهو. ظبطت التايمر على هو اصلا مديكي الكتالوج بتاعها، مكتوب البطاطس على كام وده على كام. مكتوب ان البطاطس تبقى على 200. هجيب التايم بتاعي دوت اللي بيظبطها على تلت ساعة، خليها على 20 عشان تلقائي اول ما تخلص. هتخلص ليه لوحدها. بصوا اصلا مطلعه الصوت، سامعينه اهو. اول ما يعدي التايمر وهيخلص هيبقى كده خلاص. نشوف بقى بعد ما تطلع هتطلع شكلها ايه. تعالوا بقى نفتح. عايزه اقول لكم انا خايفه افتح والله العظيم. انا أول مره اجربها دلوقتي، خايفه افتحها. فهنسمي الله ونصلي على الرسول. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. تعالوا نفتحها بقى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا، ايه ده، سامعين؟ بصوا بصوا، ايه ده، واو بجد. استنوا استنوا، ايه ده، سامعين القرمشه سخنه قوي. ايه ده، بام بام. بصوا بصوا بصوا، لا بجد بجد. بصوا استنوا هسمعكم بس القرمشه. يا جماعه، لا ايه ده، بصوا. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي بجد. بصوا الجمال، لا بجد ابهرتني. ابهرتني يا جماعه والله ابهرتني. يعني انا اكل بطاطس من دي معاها في زيت واحده؟ ازاي؟ اقنعوني ازاي انتوا اصلا. بصوا شايفين، لا بجد. بصوا البطاطس اصلا عامله ازاي، وهم. جميله جدا اهي. بصوا من على القرب اهي عامله ازاي. ده التايمر قلت لكم بنظبط عليه، يعني عشان مثلا لو انت هتروحي في مشوار تحطيها وتسيبيها تظبطي بقى ايه على قد ما انت هتظبطي. ده التايم بتاعها. بصوا سرعتها، بصوا. ومع التكالوج بتاعه بقى في كل الشرح، في كل الشرح. لا هي جميله
جميله. بس زي ما قلت لكم ما تجيبوش اللون الاسود يا جماعه، اللون الاسود لما بيتكحت بيبان من تحت البياض. اول حاجه التاتش كمان الزراير بتاعتها بتبقى ضعيفه زي زراير الميكرويف. انا عندي الميكرويف بتاعي تاتش، والله غيرت له شاشه مرتين من سبب ان التاتش على طول بيبوظ، فما حبيتش ان انا اجيبها تاتش. هي دي وجهه النظر بتاعتي. تمام. لا اللي هي تستحق يعني بجد بجد 10/10. تستحق فعلا ان الواحد يعني معنى كده الواحد ياكل كل اكلاته تبقى دايت. انا ما عملت معاكم بطاطس لان يعني حاليا انا ما عنديش حاجه اعملها غير البطاطس. اول ما هطلع اعمل بتنجان بقى، اعمل فراخ، اعمل دبابيس، هطلع معاكم طبعا وهوريكم. بس انا قلت عشان جبتها طبعا عايزه اجربها اشوف فعلا يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. ففعلا هي تستاهل، تستاهل جدا جدا. يعني كل اللي عاملين دايت ادي البطاطس اهي بمعلقه زيت واحده، واحده ياكلوا اللي هم عايزينه يعني. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده عن القلايه الفراير. يا رب يكون انا قدرت افكه بجد بجد، يا رب اكون قدرت افكه. قلايه فعلا تستحق. على فكره دي 1800 واط، 1800 واط يا جماعه. استنوا بصوا كتالوج اهو، اهو اهو الكتالوج بتاعها. ودي ضمنها برضو اهوت. لا بجد تستاهل، تستاهل 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 بأمانة يعني جميلة جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن القلاية الهوائية ديت. تنفع جدا اللي بتوع الدايت، جدا مفيدة، مفيدة جدا جدا، هتفيدكم كتير يا جماعة. اول ما هعمل اي حاجة فيها برضو للدايت هطلع اوريها لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرت اللي انا افيدكم. متنسونوش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.